السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ شايفين القشطة الجميلة معاكي؟ آه، القشطة الجميلة دي، بصوا شايفين طرية ازاي ومطاطية كمان. الله، تحفة. اهم حاجة لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وتكتبي لي تعليق جميل تحت، ولايك وشير بقى عشان الكل يستفيد، واللي نفسه يعمل حلاوة المولد يعملها ويشوف القشطة الجميلة التحفة قوي دي. بجد بجد حاجة اخر نظافة واخر حلاوة واخر، يعني مش عارفة اقول لك طعم. شايفين طريقة ازاي وجميلة، تحفة بجد. الطريقة دي هوريها لكم بالكوبايات علشان الناس اللي ما عندهاش ميزان، والناس اللي ما عندهاش ترمومتر، والناس اللي ما عندهاش الحاجات دي كلها. يلا نشوف الطريقة ونبدأ بسم الله، ونشوف اول حاجة معانا هنعمل ايه. اول حاجه معانا هنجيب هنا قبل ما تبداي خالص وتشتغلي، لازم تجيبي الحاجه اللي انت هتحطي فيها القشطه بتاعتك وتدهنيها سمنه، زيت، اسفه، زيت من تحت، وتجيبي كيس تلاجة وتفرشيه وتدهنيه زيت برضو. دي اول حاجه لازم تبداي فيها علشان على ما تخلصي تبقى الحاجه دي معاكي جاهزه. ماشي، ما تنسيش تعملي الخطوه دي يا شطور. تمام اهو. بصوا، وتظبطي بقى الكيس في قلب الطاجن بتاعك او العلبه او اي حاجه. ممكن على فكره لو ما عندكش طاجن مربع زي ده، ممكن لو علبه جاتوه فاضيه، علبه حلاوه فاضيه، اي حاجه مش هتفرق كتير. هنا هنجيب تاني حاجه هنجهزها معانا بعد ما جهزنا الطاجن. هنجيب هنا معلقتين 2 كبار من المعلقه اللي انتوا شايفينها معايا دي هرميين جيلاتين. جيلاتين نباتي بيجي من عند العطار، ممكن تجيبي ب5 جنيه هيظبط لك الدنيا. ماشي، وتحط عليهم ربع كوباية مية او تلت كوباية مية، ربع او تلت مش هتفرق كتير، وتدوبيهم كويس اوي 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 زي ما انت شايفة الطبق، وتركنيهم برضو على جنب. احنا قلنا ايه؟ ربع كوباية مية على معلقتين 2 كبار جيلاتين. وهكتب لكم كل انا مش هكتب لكم الحاجات بالجرامات عشان نبقى صراحة، انا هكتب لكم كل حاجة بالكوبايات والمعالق تحت في صندوق الوصف. لو ضغطت على عنوان الفيديو هتلاقي صندوق الوصف، هينزلك على طول على صندوق الوصف، هتلاقيني كاتبالك المقادير علشان لو انت نفسك تجربي وتعملي تجربي معايا. يبقى هنا قبل ما تبدأي في اي حاجة وتجهزي كل المكونات والمقادير جنبك، وتبدأي تجهزي الجيلاتين وتجهزي الطاجن بتاعك. هنا دي كوباية سكر. كوباية سكر منين؟ من الكوباية دي، كوباية سكر. بعد ما كوباية السكر هنعملها، هنجيب بقى معانا ايه؟ عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز ده بيجي من عند اي عطار وموجود في اي مكان اهو. دي تلت كوباية، مش ربع كوباية، تلت كوباية عسل جلوكوز. هننزل على السكر كده زي ما انت شايفة اهو. طبعا هو بيغلب بصراحة، فلو انت ممكن تنزلهم يعني ايه، تعايري بالمعلقة كده احسن. الطريقة اللي تريحك. فانا كل اللي انا عملته ايه؟ قمت جاية عايرت العسل الجلوكوز الاول وبعد كده الميه. ليه؟ علشان ايه؟ الميه يعني تدوب بقت العسل الجلوكوز معايا. جبت هنا ايه اهو، دي شويه ميه عشان ادوب فيهم الايه ال- الشويه اللي فاضلين يعني في الكوبايه، لان طبعا العسل الجلوكوز ده بيبقى تقيل جدا، فبيبقى سايب اثر كبير او كتير او فايض في قلب الكوبايه. فانا هنا دوبت اهو، وهنزل بيه. يبقى انا كده هعمل ايه بقى؟ دي سنة بسيطة ملح، سنة بسيطة بس، ده عشان يعادل الطعم. هاجي معانا هنا ايه؟ معلقة مية ورد، واللي مش عاوز يحط مية ورد ممكن يحط فانيليا، اللي يريح. بس بعرف ان الحلاوة بتاعة المولد شغلها كله بمية الورد. هنا حطيت معلقة ايه؟ مية ورد. اهم حاجة قبل ما تبدأي في الشغل تجهزي كل المكونات معاكي. ونسيت اقول لكم على حاجة، بعد ما بطنتي الكيس والطاجن بتاعك او العلبة بتاعتك او الصينية، هترشي الطبقة اللي تحت جوز هند. ترشيها جوز هند كده علشان لما تخلصي الخليط يبقى جاهز معاك. وفوق جوز الهند الزبيب. الزبيب بيبقى فوق جوز الهند، مش يعني انت عشان هو لما تنزلي العجينة بتاعت القشطة دي، الزبيب يمسك كويس، لان لو حطيتي العكس هيبقى ايه؟
هنا احنا حطينا ايه ربع كوباية المية، وتدوبي كده في النص، ما تجيش على حرف الحلة علشان ما يسكرش منك وما يكلكعش. هنا طبعا المعلقة كانت وقعت بالشكل ده، فتحاولي تخلي بالك، وخلي بالك دايما وانت بتشتغل في الحاجات المسكرة والحاجات اللي زي دي. انا جبت هنا المعلقة السيليكون اللي انتوا شايفينها ديت، وبدأت ان انا ايه ادوب كده في النص. بحاول ان انا ايه ادوب السكر هنا اهو. بس اهم حاجة في موضوع التدويب، لازم ما تحاوليش تجيبي حاجة على حراف الحل، او تسيبها هي هتدوب بقى براحتها وخلاص، يعني ما تتعبيش نفسك في الموضوع ده اهو. حاولي تدوبي عشان كل حاجة بقى تتجانس كده مع بعضها. تدوبي في الايه في الحلة كده بالراحة. اهم حاجة لما تيجي تشتغلي في اي حاجة من حاجات حلاوة المولد دي، مهم جدا ان انت قبل ما تبدأي في الوصفة تجهزي كل المكونات جنبك، لان هو اللحظة فيها بتفرق. فلو انت نسيتي حاجة ما جهزتيهاش، وعلى ما تجيبيها وتعملي ممكن الدنيا تبوظ معاك. هنا اول ما الخليط بتاعك غلي كده زي ما انت شايفة اهو، هو هيربط بقى، ما بيقعدش كتير. فتخلي بالك يعني انت دخلت تعملي وصفة ما تخرجيش من المطبخ لأي سبب من الأسباب. تمام. لو أضعف الإيمان خالص ومضطرة ان انت تخرجي اطفي النار. اطفي النار، ولما تيجي تشغلي وتهدي النار وتشغليها تاني على ما توصل لدرجة الحرارة اللي انت شايفاها. لكن ان انت تسيبيها وتخرجي بره تجيبي طلب، يعني تجيبي من الصلاة طلب، ابنك نده عليكي اي حاجة من دي، لا نخلي بالنا. وهو الوقت بتاع السوا بتاع الشربات ده حسب درجة حرارة بوتاجازك وحسب الجو، ملهاش وقت محدد. فطبعا انا ما عنديش ترمومتر والناس كتير ما عندهاش، فاحنا مش هنقدر نقيس درجة الحرارة، ولا هقدر اقولك ان هي في درجة حرارة. لا، كل اللي انا هقوله لك ان انت هتستني لحد ما يوصل لمرحلة معينة، ده اللي بيوصلك بيعرفك ان هو ايه خلاص كده استوى. يا دوبك بس هو ياخد له بس غلوتين زي ما انت شفت كده، وهتقومي طافية عليه. طبعا في نفس الحل ما تغلبيش نفسك بقى وتقعدي تجيبي اطباق تانية تنزلي عليه بالجيلاتين اللي انت كنت مدوباه. عرفتوا بقى احنا لازم نجهز الحاجة ليه ازاي. استنوا بس هننقل ايوه السلك ده عشان لو هو مع الناحية ده هيضايق الدنيا. تمام اهو. وتنزلي بقى لو عندك المضرب الكهربائي ده تكوني مجهزة برضو. عرفتوا بقى انا بقول لكم كل حاجه تبقى متجهزه ليه وهو لسه سخن. لازم تشتغلي فيه وهو لسه سخن نزل من على النار. يا دوبك انا شلت الحله ومن على النار، وكنت مجهزه المضرب طبعا، واشتغلت معاكم والتانية بقى تضربي 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 لحد ما هتشوف القوام معانا. انا معاكي اهو. في حاجات كده مش هفصل الفيديو فيها، يعني هفصل بس عشان ما يطولش عليك وارجع لك تاني واوريك. هو هيتنيه لما هيبيض، بس لازم يبقى عندك طولة بال بصراحه. وبالمضرب خد مني ربع ساعه، ربع ساعة على ما ابيض. فما تقلقيش ان انت تقولي ده هو باظ من الاول، لا. الخليط ده بيقعد على النار يا دوبك بس يغلي غلوتين. الشربات اللي احنا عملناه السكر وعسل الجلوكوز اللي احنا حطيناه يغلي بس غلوتين، وتنزليه من على النار وفي قلب الحلة اللي ما تقعديش تفضي ولا تعملي اهو. بصوا انتوا اكيد ملاحظين ان هو بدأ يبيض معايا سنة بسيطة، بدأ عامل قرب يبقى شبه الكريمة فول ضربها كده. هو هيتنيه يوصل لحد ما يبقى كريمة بيضة. طبعا انتي لازما عشان تشغلي جيلاتين في قلب الشربات لازما يكون سخن، لان لو ما هو سخن، لو انتي استنيت الشربات ده برد وبعدين حطيت الجيلاتين ولا كأنك عملت اي حاجة، ولا هتوصلي لأي مرحلة. هنا بدأ اهو يبيض اكتر، والعملية بدأت يعني تتقل سن. بس طبعا كوباية السكر دي ما تكبرش بقى الحلة قوي، علشان لما تيجي تضربي زي كده ما يبقاش تايه في الحلة والمضرب مش عارف يشتغل فيها.
هو ممكن يبقى في حلة اصغر من كده عادي، بس انا بحب ان انا اخد راحتي في الضرب. فانتي لازم تبقي ايه، مجهزة الحاجة بتاعتك، مجهزة مضربك، مجهزة الصينية دهناها، مدوبة الجيلاتين، مجهزة كل حاجة، مجهزة جوز الهند، مجهزة الزبيب، مجهزة كل حاجة جنبك. ليه؟ علشان ما ينفعش ان انتي توقفي اي مرحلة من دول وتجهزي حاجة، تجيبي تدوري على جوزة الهند في المطبخ، تدوري على مش عارف كده ايا كان. اهو بصوا لو لاحظتوا بقى، بصوا شايفين المضرب بدأ يعمل علامات في ازاي في الحلة اهو، بدأ يعمل. شوفوا انا بطلع ووريكم اهو، وهضرب تاني. وخلي عندك طولة بال، طالما بدأتي تشوف اللون الابيض كده يبقى انت كده شغالة صح ان شاء الله. وعلى فكرة طريقة القشطة دي هي نفسها طريقة المارشميلو. المارشميلو اللي احنا بنشتريه وولادنا بيحبوه من بره، بس الفرق ان المارشميلو بيتغلب بالنشا او بالسكر البودرة. لا، بيستغلب بالسكر البودرة عامة، بتغلفيه بسكر بودرة. ولو انت عايزة تلونيه بقى اي لون، يعني تحط الوان طعام، هو نفس القصة ونفس الخطوات ونفس كل حاجة. ما فيش اي فرق بين المارشميلو والقشطة. هو الفرق بين القشطة ان انت بتغلي فيها بزبيب وجوز هند، او زبيب او جوز هند بس، والمارشميلو بتغلب بسكر بودر. تمام. ولازم تتنيكي تضربي. وقلتلك تاني الخليط وهو على النار يقعد له يجي دقيقتين 3 كده، مش اكتر من كده. يغلي بس الخليط، السكر يدوب، وتتأكدي ان السكر ده كويس، وتسيبيه يغلي يجي دقيقتين او 3 بالكتير. دقيقتين او 3، خليكوا ركزوا معايا. بصوا اهو بدأ يعمل ايه. انا بحب اوريكم كل المراحل ومعاكي في كل المراحل اهو، علشان يعني ايه ما تحسيش ان انا قطعت الفيديو. طب فجأة لقيناكي جبتي عجينة جاهزة، لا. واخدين بالكم معايا اهو. على فكرة يا جماعة والله طريقة حلويات المولد عموما طريقتها سهلة جدا جدا جدا، ومش بصوا بدأ يتقل ازاي، شايفين؟ مش محتاجة خطوات، يعني مش محتاجة افتكاسات، ولا محتاجة مكونات خرافية ولا أي حاجة من ديت. هي كل الموضوع بس المكونات كلها معظمها من قلب بيتك. وملحوظة كمان عايزة أقولها لك، لما تيجي تشتغلي في القشطة بالزيت أو في الحلاوة الكفوف بالذات، الاتنين دول لازم تستخدمي السكر فاتح، مش اللي هو السكر بتاع التموين الغامق ده. لو سكر التموين غامق بلاش، عشان هي هتطلع يعني غامقة شوية منك. هنا بعد ما الخليط تقل زي ما انت شفتي كده شوية اهو، بصوا شايفين بقى عامل ازاي؟ الله، ايه الجمال ده! هتنزلي بسرعة وهو لسه سخن قبل ما يقفش منك، قبل ما يقفش منك. هو كده اصلا ما بيبقاش يعني، هو لو هو سخن زي ما كان نازل من على النار هينزل على الكيس ده كان هيسيحه. انه طبعا عشان هو قعدنا كتير نضرب فيه، على ما قعدت تضربي فيه فهو طبعا ايه برد، او بمعنى صح بقى دافي يعني. فطبعا ايه مش هيضايق موضوع الكيس في حاجه. طب انت هتقولي لي فايده الكيس ايه؟ فايده الكيس ان انت لما تيجي تشيليه من قلب الصينيه دي يبقى سهل معاك، وهتشوفي دلوقتي معايا. بس اهم حاجه كملي الفيديو للاخر وتبصي للحاجات اللي انا بقولك عليها. وطبعا لما تيجي تنزليه بمعلقه سيليكون زي دي كده. ليه؟ لانها بتسهل الموضوع. انما المعلقه العاديه هتسيبي كتير في قلب الحله، واحنا طبعا ايه عايزين نوفر في ظل الغلا اللي احنا فيه اهو. وتحاولي تسلكي على قد ما تقدري، وبعمل زي الشبطة كده. بصوا اهو. طبعا معلش للكركبة اللي حوالينا دي، بس لازم ان ايه نخلص الوصفة بسرعة، مش هنقعد بقى نشيل في الحاجات الاول ونسيب الايه الوصفة تجمد معانا وهو لسه برضك يا دوبك اهو. شفتوا كل حاجة بالراحة اهو. هتقوم جايبة ايه، حاطة الزبيب الاول هنا عكس الطبقة اللي تحت. هتحط بقى هنا الزبيب الاول اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت بتحبيها، وعلى طول في ثواني برضه تقومي رشه الايه جوز الهند بسرعة كده عليه اهي. بصي تزودي بقى تكتري، دي حاجة ترجعلك في موضوع الزبيب ده.
اما جوز الهند حاولت تخلي كله الطبقة كلها مليانة جوز هند، عشان هي اللي بتخلي لان هي القشطة كده معروفة يعني. اهو بس كده، وتركنيها يوم كامل، وتاني يوم بقى اديني انا جيت تاني يوم اهو. احنا قلنا عشان نقطعها بالسكينة لازم ندهن السكينة زيت. انا قطعت شوية بالسكينة، بس هي بصراحة هتشوفوا دلوقتي السكينة بقى ساعة ما بتشبط فيها بتبقى يعني يلا السلام. هنا انا مجهزة معايا هنا جوز هند برضه تاني علشان القطع اللي انا هقطعها اهي. بصوا الله، ده تاني يوم لازم تسيبيها بقى، وملحوظة مش هتبقى في قلب التلاجة من جوه. اوعي اي حاجة من حلويات المولد تحطيها في التلاجة هتبوظ. هتحطيها في مكان متهوي كويس، ياريت مش في المطبخ. اما لو مطبخك مفتوح على الصالة عادي بقى تسيبها في مكان مفتوح بعيد عن المية بعيد عن اي حاجة، وتسيبها كده زي ما هي، ولا تحط ولا تغطيها. لو ممكن بقى خايفة من حشرات ولا حاجة وانت بيتك مكشوف تقومي جاي ممكن يعني زي عارفة انتوا شاشة او حتة تل كده بسيطة، مش قماشة. هنا كنت بدهن السكينة تانية لان انتوا شفتها انها بتشبط وبتغلب في التقطيع. بصوا البتاعة جميلة، ده دليل انها ناجحة. المطاطية اللي فيها دي بصوا اهو. وطبعا لازم تبقى سكينة حاملة، بس احسن من السكينة بقى خالص المقص. انا هنا هجيب المقص، وهتشوفوا ان المقص اسهل بكتير. بس انا على ما افتكرت موضوع المقص ده. بصوا بصوا جميلة ازاي، بجد تحفة بجد اهو. الحتت بقى اللي انتوا شفتوها اللي هي اللي باينة بتغلفيها بقى كلها، علشان لما حد يجي يمسك القطعة كده تبقى ما مش تشبط في ايديه كده وتبقى صعبة يعني. اهي كل الحتت اللي بانت او مكان قطع السكينة او مكان قطع المقص هنغلفها بجوز الهند برضو اهو. بصوا بجد تحفة تحفة، وطعمها انا اكلت القشطة اللي جاية من بره ساعات كده، جبتها كذا مرة ساعات يعني بحس بلسعة مرارة كده يعني. مش عارفة ده بتبقى من مش عارفة. بس انا عن نفسي اللي انا عملتها دي، وبعد ما جربناها طبعا الفيديو لما نزل لكم كنا احنا كلنا منها طبعا، فطعمها بجد تحفة تحفة بجد. القشطة دي اجمل حلويات المولد. لو جربتوها، او بمعنى صح ممكن نخليها مارشميلو يعني مارشميلو. لو انت بقى عملتي كده ولو انتيه بقى لاطفالك يعني، بعد ما تخلصي كده تحطي عليها كذا لون وتبداي تغلفيها كده، الاطفال هتحبها قوي. هنا المقص اهو، انا اوريكم بقى المقص. بصوا المقص بيقصها بسرعه ازاي، وسهله جدا ومريحه قوي. المقص احلى بصراحه، فلما تيجي تقطعوها قطعوها بالمقص احلى بكتير من السكين. انا قلت اوريكم السكينه برضه عشان تشوفوها، بس هي فعلا لما جربت بصوا جميله ازاي الله. ده دليل. وبعدين عارفين ان هي بتمط وبتقطم في نفس الوقت، مش اللي هي مجلده لا. بس اهم حاجه اوعوا تحطوها في التلاجة، بركز تاني اهو. شايفين المقص سهل وجميل ازاي، وشايفين القطعه حاجه كده هي فعلا قشطه.